السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحذاء بألوانه للمطلقة، الحذاء الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأزرق والرمادي والزهري، فتابع معنا. أولا، رؤيا الحذاء الأسود في المنام للمطلقة. ترمز رؤيا الحذاء الأسود أو لبسه في منام المطلقة إلى عودة العلاقة بينها وبين زوجها السابق، والميل للتصالح وحل الخلافات والشروع ببداية جديدة، ووضع أسس وروابط جديدة لحياة زوجية سعيدة ومستقرة. رؤيا الحذاء الأبيض في المنام للمطلقة. يرمز الحذاء الأبيض في المنام للمطلقة أو الأرملة إلى الارتباط والزواج مرة جديدة من شخص سيغير حياتها للأفضل، وستعيش معه حياة مليئة بالحب والأمان والسعادة، وسيعوضها عن حياتها الماضية. يرمز الحذاء الأبيض في منام المطلقة إلى محاولة تدخل بعض المقربين لحل النزاع بينها وبين زوجها السابق، ورسم طريق جديد للعودة والتفاهم والصلح. تفسير رؤيا الحذاء الأخضر في المنام للمطلقة. ترمز رؤيا الحذاء الأخضر أو لبسه في منام المطلقة إلى تصالحها مع نفسها وميلها لفتح صفحة جديدة في حياتها، تمكنها من العيش باستقرار وراحة بال والشروع بأعمال ناجحة ومثمرة. الحلم يشير إلى زوال الهموم والانتقال إلى مرحلة جديدة تشعر فيها الحالمة بالسعادة. تفسير رؤيا الحذاء الأحمر في المنام للمطلقة. تدل رؤيا الحذاء الأحمر أو لبسه في منام المطلقة أو الأرملة إلى قراراتها الجريئة بشأن أمورها المستقبلية، وسعيها لتحقيق ذاتها وإثبات جدارتها في مهنتها، وميلها للقيادة والقوة، بالإضافة إلى التبشير بحياة مستقبلية واعدة، حيث أنها ستحصل على الكثير من الفرص الواعدة. تفسير رؤيا الحذاء الأزرق في المنام للمطلقة. ترمز رؤيا الحذاء الأزرق أو لبسه في منام المطلقة أو الأرملة إلى تقبل الواقع الجديد بعقلانية ومنطق، وسعيها للبدء بمشاريع مثمرة من شأنها أن تعوضها عن خيباتها السابقة، والله أعلم. والحلم يشير إلى صفاء الذهن والاستقرار النفسي والعاطفي. تفسير رؤيا الحذاء الرمادي في المنام للمطلقة. ترمز رؤيا الحذاء الرمادي أو لبسه في منام المطلقة إلى عدم الاستقرار في حياتها، وسيطرة مشاعر القلق والاكتئاب عليها، بالإضافة إلى الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ القرار والضياع بين المشاعر والعقل. تفسير رؤيا الحذاء الزهري أو الوردي في منام المطلقة. يدل رؤيا الحذاء الزهري أو الوردي أو لبسه في منام المطلقة أو الأرملة إلى التفاؤل والسعادة القادمة لها عما قريب، ودليل على حدوث تغيرات إيجابية مهمة من شأنها أن تدفعها إلى الأمام، بالإضافة إلى انتعاش الوضع المادي وقدوم الرزق والمال. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.